أبونا رويس وكيل البطرخانة في اسكندرية، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحسب نفسي سعيدا في هذا المساء وأنا أقف مهنئا أبي وسيدي صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم أنبا شنودة الثالث، وأنه بإيد رهبنتي 55. وأريد أن أعلق على جملة دائما سيدنا يرددها من كثرة تواضعه، فليسمح لي. اتفضل. وهي: أين أنا من الرهبنة؟ وفين أنا وفين الرهبنة؟ اليوم في عيد رهبنتك 55 أقول لسيدنا إن الرهبنة كانت وما تزال في قلبك وفكرك وعظاتك وحياتك العملية. أولا نجدها في قلبك المفعم بالحب لله، فليس الراهب راهبا إلا إذا كان قلبه محبا لله يملك في قلبه ويملك الله قلبه، وهذا ما نراه واضحا فيك يا قداسة البابا. ثانيا نجدها أيضا في فكرك الذي يبتعد كل البعد عن العالم وملذاته ويلتزم بنسكياته الكثيرة وأصوامه وصلواته وخلواته. ولا يمكن أن يعيش الراهب راهبا إلا إذا كان ناسكا في فكره وفي حياته، وهذا ما نراه في فكرك يا سيدنا المشغول دائما بالسمائيات، ولا نراك تحيد عنها. إذن الرهبنة ما زالت حتى الآن في فكرك. ثالثا نجدها في عظاتك التي لا تخلو أبدا من الإشارة إلى الرهبنة وأبطالها وقديسيها الذين أناروها وأنت واحد منهم، وأناروا البرية بأعمالهم الحسنة وكتاباتهم. ولا يمكن أن يعيش الراهب راهبا إلا إذا قرأ وردد كل ما هو للآباء القدام. فالراهب المتضع، وهذا من نرى في عظاتك التي لا تخلو من قول لأنبا أنطونيوس أو مقولة لمار إسحاق السورياني وغيرهما، لذا نرى الرهبنة فيك وفي كلماتك الذهبية وتفيض من فمك. رابعا وأخيرا نرى في سلوكك بين الناس ومع الناس لكل جوانب الشخصية الروحية لراهب روحاني. فالراهب المتضع نرى في اتضاعك وكيف تعامل الناس بكل اتضاع. سيدنا دايما لما يتكلم مع حد يقول له لو سمحت، ياخد حاجة من حد يقول له متشكر، يعني القمة قوي قوي، في نفس الوقت اتضاع كبير. فالراهب أيضا هو الراهب الصبور، نراه أيضا في صبرك على التجارب والضيقات. والراهب البشوش نراه على وجهك وبشاشتك المعهودة للكل. ولا يمكن أن يكون الراهب راهبا إلا إذا كان ملتحفا بالتواضع والصبر والبشاشة، وهذه جميعها وغيرها وأكثر منها نجدها في قداستك. إذا تعيش الرهبنة فيكم وتعيشون بها، والكثير من الرهبنة والراهب نراها في قداستكم. حقا لقد أغنيت الرهبنة بحياتك فيها، واغنيتنا بحياتك معنا، ووجدنا تفسيرا مقنعا للإقبال عليها من الشباب والشابات. أسرعوا وأسرعنا للرهبنة تمثلا بكم وتشجيعا منكم. ولا شك في هذا اليوم
أن أب الرهبان القديس العظيم أنبا أنطونيوس سعيد كل السعادة بأن يحمل ابنه الراهب أنطونيوس السورياني سابقا قداسة البابا المعظم أنبا شنودة الثالث منارة الرهبنة. وإن كنا بالأمس قرأنا كتاب بستان الرهبان، فنحن اليوم نرى بستانا آخر في شخصك تستضيء به في الغد أجيال كثيرة من أبنائك. كل سنة وانت طيب يا سيدنا، وربنا يخليك لينا وللي بعدينا، متمتع بكل صحة وعافية. أبونا